حتى تضمن عملية حرق الدهون بجسمك بشكل جدا قوي. اسمع هاي المعلومة لأنه غيري ما راح ينطيك إياها. شوف، لازم تبتعد عن السكريات والألياف والنشويات. ليش؟ من راح تاكل ذني بشكل هواية جسمك بعد ما راح يعرف يحللهن، راح يحولهن إلى دهون. زين، بعد ما استفاد من عندهن جسمك وحولهن الى طاقه والباقي صار دهون، شنو اني اسوي هنا بهاي الحاله؟ ابتعد عن ذني الثلاثه. اعيد لك اياهن: سكريات، نشويات، الياف. ابتعد، ما اخلي ياخذ مصدر الطاقه من ذني الثلاثه. بالتالي اول اسبوعين جسمك راح يبدي يفهم، راح يحول المسار من الكربوهيدرات الى الدهون اللي عندك، يبدي يفتت الدهون ويحولها الى طاقه ويستغلها حتى جسمك يستفاد. يعني انت قاعد ومرتاح وجسمك راح يبدي يحرق الدهون.